الوعي قبل السلاح بقلم صلاح الدين الكردي نوبار. لم تكن قضية الكرد يوما ملف حقوق مؤجلا داخل دول قائمة، بل كانت منذ اللحظة الأولى معركة على تعريف الوجود ومعنى الجغرافيا. ما جرى بعد انهيار السلطنة العثمانية لم يكن تأسيس دول على قياس الشعوب، بل تأسيس نظام إقليمي على قياس الحاجة إلى الضبط. لهذا جاءت سيفر عام 1920 بوصفها إعلانا عن قابلية تفكيك المجال العثماني، ثم جاءت لوزان عام 1923 بوصفها ختما سياسيا على إعادة توزيع الشرعية، ثم جاءت ترتيبات عام 1926 لتثبيت خرائط نفوذ جديدة في العراق وما حوله. هذه السلسلة ليست تواريخ جامدة، بل مسار واحد، تجميد الشعب الكردي داخل خرائط لا تسمح له أن يكون ذاتا. من هنا تفهم تركيا الحديثة لا كدولة نشأت من داخل تاريخ اجتماعي طبيعي، بل كدولة وظيفة ولدت لتغلق عقدة الأناضول وتقطع الامتداد الكردي وتحول الجغرافيا إلى قفص يضمن للمركز بقاءه. لهذا لم يكن إنكار الكرد تفصيلا في سياسة الدولة، بل شرطا من شروط قيامها. ومن يخطئ قراءة هذه الحقيقة سيظل يفسر السلوك التركي بوصفه رد فعل أمنيا، بينما هو في جوهره عقيدة دولة، احتكار العنف، احتكار الهوية، واحتكار الرواية. لهذا أيضا يصبح الإصرار التركي على نزع السلاح الكردي ثابتا لا يتبدل، فالسلاح في ميزان أنقرة ليس بندقية بيد خصم، بل إعلان بأن هناك فاعلا سياسيا خارج تعريف الدولة. السلاح الكردي يعني كسر احتكار المركز للقوة، وكسر احتكاره للقرار، وكسر احتكاره لمعنى الحدود. ولهذا تعامل باكور وروتشافا وباشور بمنطق واحد مهما اختلفت اللغة الدبلوماسية. لا يسمح لقوة كردية أن تستقر لأنها ليست خطرا تكتيكيا، بل خطرا بنيويا. ومن هنا خرجت حكمة الكردي القاسية من التجربة لا من المزاج، حين يقال إن من يثق بوعود الدولة التي قامت على الإنكار كمن ينتظر توبة إبليس، فالمقصود ليس مجازا دينيا، بل قانونا سياسيا. الدولة التي تأسست على نفي شعب لا تمنحه حقه لأنه حق، بل لأنها مضطرة، وحين تزول الضرورة تعود إلى أصلها. الوعد عندها ليس بداية عدالة، بل أداة إدارة، واللغة الناعمة ليست نهاية القمع، بل مرحلة منه. ومع ذلك لا ينقذ شعبا سلاح بلا وعي. السلاح الذي لا يقف خلفه فكر منظم يتحول إلى عبء، وقد يتحول إلى قاتل لصاحبه قبل خصمه. الوعي هنا ليس خطابة، بل معرفة دقيقة بالهدف والمرحلة والحد، هو الذي يمنع الثورة من التحول إلى فوضى، ويمنع القوة من الانقلاب على ذاتها، ويمنع الدم من أن يصبح وقودا بلا معنى. ولهذا فإن الحديث عن السلاح بوصفه شرط بقاء لا ينفصل عن شرط أعمق، أن يكون السلاح محكوما بعقل سياسي لا بغريزة انتقام. روتشافا لم تكن مجرد مساحة تمسكت عسكريا، بل كانت لحظة وعي. أخافت أنقرة لا لأنها مسلحة فحسب، بل لأنها قدمت نموذجا يرى ويقلد. النموذج هو العدو الأخطر للدول التي تقوم على الإنكار، لأنه يعبر الحدود دون جيوش ويحرض الوعي دون بيانات. حين يتحول المثال إلى حقيقة تتحول الجغرافيا إلى عدوى سياسية. ولهذا لا يقرأ ربط روتشافا بباشور كجغرافيا فقط، بل كإمكانية اتصال مسارين، مسار إدارة ومسار عمق. وإذا اتصل المثال بالعمق يصبح التأثير على باكور مسألة زمن لا مسألة احتمال. هنا تدخل لحظة الشرق الأوسط الجديد بوصفها إطارا لا حدثا عابرا. ما يعاد تشكيله ليس تحالفات مؤقتة، بل خرائط المصالح ذاتها، الممرات الاقتصادية التي تعاد هندستها من آسيا إلى المتوسط ثم إلى أوروبا، والمشاريع التي تربط حيفا بما بعدها، وشبكات النقل والطاقة التي تعيد تعريف من هو الجسر ومن هو الهامش. في هذا السياق يأخذ معبر داود معناه كتصور جيوسياسي يربط شرق المتوسط بجنوب سوريا ثم شرق الفرات وصولا إلى كردستان العراق، ليس بوصفه طريقا فقط، بل بوصفه محاولة لبناء محور يتجاوز تركيا وإيران والنظام السوري، ويخلق اتصالا مباشرا بين المتوسط وحدود إيران. ويأخذ معبر زنغزور معناه بوصفه عقدة قوقازية تربط أذربيجان بتركيا وتضغط على أرمينيا وتستفز إيران، وتفتح مسارا جديدا في جغرافيا النزاع على الممرات. هذه الممرات لا تعمل وحدها، فوقها يتحرك صراع المعابر المائية العالمية: البوسفور والدردنيل، هرمز، باب المندب، جبل طارق، قناة السويس، قناة بنما وملقا. حين يصبح التحكم بالممرات قانونا لإدارة العالم، تتحول كردستان إلى عقدة برية موازية.
جبال تمسك بالارتفاعات، وديان تصنع العمق، أنهار تمنح الحياة وتمنح السياسة معناها، نفط وثروات كامنة، ومسارات تختصر المسافة بين كتل القوى. لذلك تتقاطع مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل على كردستان بوصفها مساحة قابلية تشغيل، بينما تتأرجح روسيا وفق ميزان الضرورة، وتتحفظ الصين لأنها تفضل الاستقرار الطويل على الانفجار القصير، لكنها لا تنكر أهمية الجغرافيا التي تمر عبرها طرق التجارة والطاقة. في هذا المشهد لا يمكن فصل الصراع الوجودي بين إسرائيل وتركيا وإيران عن قضية الكرد. إسرائيل تسعى لإحكام مفاصل شرق المتوسط وفتح محاور تربط البحر بالعمق. تركيا تريد الحفاظ على وظيفة المضائق والجغرافيا العثمانية السابقة كأداة نفوذ، وإيران تحاول تثبيت قوس تمدد يصل الهلال الشيعي بالمتوسط. كل مشروع يرى الآخر تهديدا بنيويا، والكرد في قلب التقاطع، لأن الجغرافيا الكردية هي النقطة التي يمكن أن تفتح منها المحاور أو تغلق. ومن هنا تفهم الديمقراطية التركية كما تختبر لا كما تعرف في الكتب، ليست ضمانة للضعيف أمام القوي، بل إدارة للقوة داخل حدود يرسمها المركز. ما دام الهامش صامتا تعمل اللغة، وحين يطالب الهامش بحقه تتحول اللغة إلى قيد. لهذا يصبح التشبيه القائل إنها حرية الذئب للخراف توصيفا لوظيفة الديمقراطية حين تستخدم لإدامة الهيمنة لا لتقييدها. النتيجة التي تحجب عادة هي أن العلاقة بين تركيا والكرد ليست خلافا سياسيا قابلا للتسوية الإدارية. في منطق الدولة التركية وجود الكرد تهديد وجودي، وفي منطق البقاء الكردي استمرار تركيا بصيغتها الحالية خطر وجودي. لهذا تبدو الجمل القاطعة قاسية، لكنها تصف بنية الصراع. تركيا لا تتسع للكرد، والكرد لا ينجون داخل تركيا إذا بقيت الدولة على أصل إنكارها. ليست دعوة للصدام، بل اعتراف بأن التناقض ليس في التفاصيل بل في الأساس. وهنا يظهر ما يمكن تسميته موت الوعي التركي، حين تعجز الدولة عن رؤية تناقضاتها، وحين تظن أن القمع بديل عن المراجعة، وحين تراكم الإنكار حتى يصبح الإنكار هو الهوية. عندها لا تحتاج الدولة إلى خصم خارجي كي تسقط، بل يحملها داخلها سكينها الخاص. الجغرافيا التي تدار بالقوة وحدها تتمزق حين تتغير الممرات وتتحول الوظائف. الدولة التي قدمت نفسها جسرا قد تجد نفسها خارج المسار حين تتبدل طرق العبور، وتعاد كتابة الخريطة من البر إلى البحر، ومن نقطة واحدة إلى شبكات متعددة. في المقابل الوعي الكردي في ازدياد، وروتشافا تحولت إلى شعلة أمل لأنها جعلت الممكن مرئيا. تحقق باشور منح العمق، والتحام المثال بالعمق يخلق أثرا يتجاوز الإدارة إلى المصير. هذا الأثر يمكن أن يحفز روتشهيلات بفعل القرب والتفاعل، ويمكن أن يوقظ باكور من تحت التراب، لأن باكور هو مركز الجرح ومركز الطاقة معا. لكن هذا كله يبقى مشروطا بشرط واحد: أن يتحول الوعي إلى مشروع لا إلى انفعال، أن يتحول الصمت إلى قرار لا إلى انتظار. لهذا يجب أن يقف كل كردي دقيقة مراجعة لا دقيقة حداد، أن يسأل نفسه سؤالا واحدا لا يتفرع: هل سأكون جزءا من النهضة أم سأبقى معلق العينين مصموم الأذنين؟ لأن التاريخ لا يكتب لمن أكثر صراخا، بل لمن امتلك وعي اللحظة وجرأة التنظيم. والسلاح حين لا يقف خلفه فكر يتحول إلى لعنة، وحين يقف خلفه فكر يتحول إلى حد بين العدم والبقاء. تركيا قادمة إلى الفناء حين يقرر الكردي النهوض، لأن الفناء هنا ليس سقوط حجر من السماء، بل سقوط وظيفة تاريخية حين ينكشف زيفها. السؤال ليس متى تسقط تركيا، بل متى يكتمل الوعي الكردي كقرار. التأجيل لا يؤخر تركيا وحدها، بل يؤخر الكرد عن أنفسهم. وعندما يتوقف التأجيل لا يعود النهوض وعدا بل نتيجة. بقلم صلاح الدين الكردي، نوبار.